مساء الفل عليكم، أهلا بيكم. النهارده أنا هتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا جدا جدا. في الفترة الأخيرة يمكن العشر سنين الأخرى، لاحظت حاجة غريبة جدا. لاحظت إن كلنا بقينا بنفهم في كل حاجة، كلنا بقينا بنعرف في كل حاجة. للأسف للأسف للأسف. بلاقي حد مثلا على سبيل المثال منزل بوست لأي موضوع، وتلاقي ناس كتير جدا بتفتي بدون وعي وبتتدخل من غير ما تعرف حاجة. آه، يعني هديكوا مثال. على سبيل المثال، في ناس مثلا غاوية الرسم. تبص تلاقي فرحان. ممكن يكون شاب صغير، ممكن يكون طفل، ممكن يكون راجل كبير، ممكن يكون ست كبيرة، ممكن شابة، أي فئة. تبص تلاقي رسمة لوحة مثلا وحبة فرحانة بيها، فتروح منزلها على صفحتها الشخصية، وبتكون بادية في موضوع الرسم. الفن طبعا شيء جميل، ويمكن انا دايما بقول ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا كلنا الموهبه، او نقدر نعمل كل حاجه، ولكن مين بيقدر يعني يشتغل على نفسه وبيتعلم وبينمي الموهبه. وفي ناس بتعتمد على الموهبه، وفي ناس بتحاول تعلم نفسها، كله كويس جدا. الناس بقى اللي بتفتي، تبص تلاقي حد من اللي هو منزل عامل لوحه مثلا على سبيل المثال، ومنزلها على صفحته الشخصيه، او على الفيسبوك، او على اي حاجه على الميديا. وبتبص تلاقي للاسف الشديد الناس اللي غاويه تفتي، تبص تلاقي الناس تعمل كومنت وبتحبط اللي هو هاوي فن، او هاوي رسم، او هاوي اي شيء، وعماله بتحبطه، وعماله بتديله في كلام ما اعرفش يعني ايه هدفهم وايه الغرض. انا مش فاهم. انا دايما بنصح حضراتكم، بقول لكم خليكم في حالكم، مالكمش دعوه، بصوا لنفسكم. والله ده انا احيانا بخش لصفحتكم الشخصيه، يعني حاجه مهزله، حاجه تضحك. يعني اقول ايه بس، خيبه بالويبه. يعني انتوا بتنتقدوا الناس، وانتوا ايه يعني، انتوا شايفين نفسكم ان انتوا احسن حاجه؟ لا يا جماعه، دايما اللي بينتقد الناس هو اقل حد، دايما اللي بينتقد الناس هو اسوأ حد. آه خليك في حالك. وعايز اقول للناس اللي فرحانه وبتجتهد، اجتهد وكمل، ومالكش دعوه بحد، ومالكش دعوه بالناس السلبيه دي. خليك في حالك. انا يمكن عشرتي الفتره الطويله وطول حياتي قابلت ناس كتير. في ناس غاويه تحبط الناس، في ناس عندها طاقه سلبيه طول الوقت، في ناس على طول بتحب تشتكي، في ناس غاويه تحبط اللي حواليها. ملناش دعوه بيهم، نسيبهم وخلينا في حالنا، واحنا نكمل مشوارنا. وانا بقول للشباب اجتهدوا كلكم، وملناش دعوه بالناس اللي بتحبط. آه، وكمل مسيرتك. انا بشجع كل حد بيجتهد، بشجع كل حد بيلعب رياضه، بشجع كل حد بيمارس الفن باي وسيله، سواء رسم او مزيكا او اي فن. برافو عليك. ويمكن بقول للاهل دايما علموا اولادكم الرياضه وعلموهم الفن. الرياضه والفن بيبعدوا الاطفال عن اي مساوئ، بيخرج الطاقه بتاعته، بيخليه بينمو، وبيخليه يعني على سبيل المثال، ما تلاقيش طفل بيلعب رياضه وفي المدرسه ضعيف، ما تلاقيش طفل بيمارس الفن وفي المدرسه ضعيف. دايما بيمارس الفن وبتلاقيه شاطر في المدرسه، وبتلاقيه حد مجتهد. النهارده انا مش هطيل على حضراتكم، وهقول للناس اللي بتنتقد بدون وعي: خليك في حالك، مالكش دعوه بحد. آه وبقول للي غاوي فن وبيرسم كمل، للي غاوي رياضه وبيلعب رياضه كمل، حتى لو ما كنتش يعني في اكمل وجه كمل. بكره مع الوقت هتكون في احسن حال. وفي نهايه لقائي بشكركم، ويا رب ما اكونش اثقلت عليكم. تحياتي، اشرف شن.